تخيل تصحى فجأة وتلاقي دمية بتضحك وبتعد لحد 3 واللي يتحرك يموت. تخيل إنك في تحدي يخلي كل اللي في دماغك إزاي تفضل عايش. وسؤال بسيط جدا، لو اضطريت تلعب عشان تعيش، يا ترى هتكون إنسان ولا هتبقى مجرد ناجي؟ بيبدأ الفيلم في اليابان مع شاب اسمه شون تاكاهاتا، واللي بيكون متميز جدا بين زمايله بإنه ذكي جدا، بس بالرغم من كده كان حاسس بالملل من حياته ونفسه في حاجة تحصل تخليه يحس بالحماس. وللأسف أمنيته بتتحقق، وفجأة وهم في الفصل والمدرس بيكتب على السبورة، راسه بتنفجر ويخرج مكانه لعبة غريبة شكلها مرعب وبتتكلم واسمها داروما، وبتدخل في تحدي مع الطلبة. لو لفت وشها وشافت أي حد بيتحرك هتنفجر راسه على طول، ولو لفت ظهرها ساعتها مسموح لهم يتحركوا براحتهم. وبتلف داروما وشها وبتشوف طالب بيتحرك وبتقتله، واللي بيخاف وبيطلع يجري برضه بيموت في الحال. وبعدها اللعبة بتلف وشها وهي بتكرر اسمها. الطلاب الباقيين بيبقوا في قمة الخوف، واللي منهم بيموت بيخرج منه كرات حمراء صغيرة، وبيجي 2 طلاب بيتشجعوا يستنوا داروما تلف وبيجروا يفتحوا الباب، لكن بيطلع إن الباب مقفول وكلهم محبوسين. وطبعا ما فاتتش على داروما إنها تقتلهم، والطلاب بينهاروا وبيصرخوا من الخوف. بس طلع منهم واحد اسمه ساكاتي يهديهم وبيقول لهم: أنا عارف اللعبة دي لعبة داروما وإحنا محبوسين فيها لحد ما اللعبة تقتلنا كلنا، بس في زرار في ظهر اللعبة لو دوسنا عليه فالتحدي هينتهي. وقبل ما يخلص كلامه واحد منهم بيشوف الزرار وبيجري بسرعة علشان يدوس عليه، بس داروما بتحس بيه وبتلف بسرعة وبتقتله. وبعدها الطلاب بيلاحظوا إن في عداد للوقت في ظهر اللعبة وقدامهم دقيقة واحدة، والدقيقة دي لو خلصت فكل الطلاب هيموتوا. وده طبعا بيخليهم بيحاولوا يقربوا من داروما علشان يدوسوا على الزرار. وأثناء ما بيعملوا كده في شوية منهم بيتزحلقوا من الكور اللي في الأرض، وطبعا عرفتوا مصيره إيه. الفصل أصبح كله جثث وما بقاش فاضل غير 10 ثواني، ما تبقاش منهم كلهم غير شون وسكاتي. وساعتها بيقرروا يعملوا خطة عشان يكسبوا في التحدي، وهو إن سكاتي يوطي وشون ينط على ظهره بسرعة ناحية اللعبة ويدوس على الزرار. وفعلا شون بينجح في آخر ثانية واللعبة بتقع وبتخسر التحدي. وطبعا شون وسكاتي بيبقوا فرحانين إنهم نجوا بحياتهم، وما فاتش وقت ولسه بيحتفلوا ويهنوا بعض إلا ويلاقوا فجأة راس سكاتي هي كمان بتنفجر، وداروما النحس تقول لشون: أنت اللي دوست على الزرار، فأنت الوحيد اللي كسبت التحدي. طبعا من هول وسرعة اللي حصل ما كانش مخلي شون قادر يستوعب، وتكمل داروما عليه وتقوله: اتقل بس، ده لسه القطة جايالك. وكانت تقصد التحدي التاني. بس فجأة باب الفصل بيتفتح وبتظهر صاحبة شون واسمها تشيكا، وبتكون هي كمان في صدمة وذهول. بس شون بيروح لها وبتحكي له إن هي كمان لسه يدوب معدية من اختبار داروما ونجت بأعجوبة زيه. فساعتها بيقرروا الاتنين إنهم لازم يتصلوا بالشرطة، وبيطلع تليفونه بس بيلاقي إن مفيش شبكة، فبيطلعوا يجروا هما الاتنين من المدرسة الملعونة دي، بس بيلاقوا إن كل الأبواب مقفولة، وحتى لما حاولوا يكسروا الإزاز ما كانش بيتكسر. وفجأة بيلاقوا باب بيتفتح بيدخلهم على صالة ألعاب رياضية، وبمجرد ما دخلوا الباب بيتقفل مرة واحدة وبيتحبسوا تاني. بس هنا هما ما كانوش لوحدهم، كان في طلاب تانيين، وفي طلاب منهم كانوا لابسين لبس شبه الفار. وساعتها بيفهموا إنهم داخلين في تحدي جديد، وبيبقى مكتوب على الأرض إنهم لو دخلوا الكورة في السلة هيكسبوا. وفجأة الأرض بتتهز وبتخرج لعبة عملاقة على شكل قطة، والقطة بتبدأ تتحرك ناحية أي حد لابس فار وبتاكله. وبيكون التحدي ده أصعب عليهم من اللي قبله، وبيبقى الطلاب بيجروا من كتر الخوف، والقطة بتجري ناحية شون وتشيكا بس مش بتاكلهم عشان مش لابسين لبس الفار. تشيكا بتشوف كور على الأرض، وشون بيشوف طوق بتاع السلة في رقبة القطة العملاقة، وبيفهم إن المفروض يدخل الكورة دي في السلة بتاعة القطة. ولما بيفهم باقي الفريق بيلاقي إن فيهم واحد محترف في السلة، فبيطلب من تشيكا ترميله الكورة. ولما اللاعب المحترف ده بياخد الكورة بيرميها في السلة بتاعة القطة، وكانت فعلا خلاص هتخش، لكن في آخر لحظة القطة بتصد الكورة بإيديها وبترميها بعزم ما فيها على اللاعب، فبيتخبط في الحيط وبيموت. بعدها القطة بتبص على شون بس مش بتاكله، وبيلاحظ إنها بتدور على اللي لابسين لبس الفار، فبيحذر الباقيين وبيقول لهم يقلعوا اللبس ده فوراً. فعلاً كلهم بيسمعوا كلامه وبيقلعوا اللبس، ولسه هياخدوا نفسهم ويحسوا إنهم في أمان، بس قطة النحس دي بتتحرك من تاني. المرة دي بتختار عشوائي بقى، وطبعاً الكل بيجري من رعبهم منها. وتشيكا بتلاقي الكورة واقعة جنبها، وبتلاقي إن دي كمان عندها عداد للوقت وفاضل فيه 3 دقايق وبس. في اللحظة دي القطة بتقرب من تشيكا علشان جه الدور عليها،
وشون بيفكر بسرعة إزاي ينقذها ويلحقها من بق القط، فبيلبس بسرعة لبس الفار عشان يشتت القطة بعيد عن تشيكا اللي فعلا بتسيبها وتتجه لشون. بيطلب من الباقيين حد يلحقه ويحدف له الكورة، بس كلهم بيبقوا خايفين على نفسهم ومحدش بيعبره، لحد ما بيكتشف إنه فاهم لغة القطة بسبب لبس الفار اللي لابسه ده. يعرف إن القطة كانت عاوزة حد يهرش ظهرها عشان تنام، وشون بعد ما فهم الكلام ده بيجري وبيطلع على ظهر القطة وبيمسك في الحبل اللي نازل من طوق رقبتها وبيفضل يهرش ظهرها. ولما عمل كده لقى إن فعلا القطة هديت ومش بتهاجم حد، وبعد ما الباقيين ساعدوه نامت القطة خالص. ساعتها بيفكر شون إنه ياخد الكورة ويرميها في السلة، بس الباقيين بيفضلوا يتخانقوا على مين اللي هيرمي الكورة، ما هم خايفين إن اللي هيرميها يبقى هو الوحيد اللي هيعيش فيهم. وبيفضلوا يتخانقوا ويتناقروا لحد ما صوتهم بيعلى والقطة بتصحى وبتقتل 2 منهم على الريق كده بمخالبها. شون فهم إن فرصة نومها تاني بقت مستحيلة، فبتجيله فكرة حلوة جدا، وهي إنه ياخد كورة سلة مقطوعة وبيطلب من تشيكا تجيب له كورة القطة. بتخش وراه لغرفة خلع الملابس، وبعدها الاتنين بيخرجوا وكل واحد فيهم ماسك كورة ولاففها بلبس الفار، وبيروحوا هما الاتنين من يمين وشمال القطة، فبتتشتت وبتفضل عينها رايحة جاية في الاتجاهين لأنها مش عارفة تصد مين فيهم، لحد ما بالغلط بيبان إن شون معاه كورة سلة عادية، فالقطة بتفهم إن الكورة التانية مع تشيكا فبتصدها بسرعة، بس بيطلع إن ده جزء من خطة شون. استغل إن القطة مركزة مع كورة تشيكا وبيرمي الكورة اللي معاه واللي بتكون هي الكورة الحقيقية، وبيرميها وعلى آخر لحظة مش بتدخل في السلة. طبعا كلهم هنا خلاص حسوا إنهم هيبقوا بطاطس محمرة، بس فجأة بيطلع واحد من ورا القطة اسمه أمايا يدخل الكورة في السلة، وبيكسبوا على آخر ثانية في التحدي المنيل ده. ساعتها القطة بتقف وبتعلن انتهاء اللعبة، وبترجع تشتغل بعد ثواني وبتقول إن الكسبان هو شون وتشيكا وأمايا بس. ولسه شون بيسأل أمال باقي الطلبة دول هيحصل لهم إيه، ونلاقي أمايا بيقتل الباقيين اللي خسروا. وتسألوني ليه عمل كده؟ هقول لكم لأن أمايا ده شخص مجنون وما عندوش قلب، وعايش في حتة إن القوي هو اللي بيفتري على الضعيف عشان نفوذه يبقى أقوى، وبيعمل كل ده بدم بارد. وبيروح ناحية شون وتشيكا بمنتهى العادي وبيهنيهم بالفوز، فتشتمه تشيكا وتقوله إنه مجنون وما ينفعش يقارن نفسه أصلا بيهم، فبيتضايق ولسه هيقتلها هي كمان، فبيتدخل شون وبيقوله ما تتلم بقى يا عم المجنون. وقبل ما العركة تبدأ بترش القط عليهم غاز فبيختفوا. في الوقت ده بيبقى المتذاع في الأخبار إن التحديات دي بتحصل في كل المدارس، ووصل عدد الطلبة اللي ماتوا أكتر من 10 مليون طالب. وقعدوا يهبدوا شوية ويفوق شون، وبنشوف إن في عدد مكعبات ضخمة ظهرت في السماء وبيكون عليها الطلبة اللي فازوا في التحديات اللي فاتت. وفي المكعب بتاع اليابان بيلاقي صاحبته القديمة أو الإكس اسمها توكسا، وبتبقى من مدرسة تانية، واتنين تانيين برضو من مدارس تانية واسمهم تيرا وتاجا. وبياخد باله شون إن كل الطلاب اللي هنا بيبدأ اسمهم بحرف التي، وبيشك إن في أوض تانية فيها الناس اللي كسبت في التحديات، وكل أوضة فيها الطلاب اللي بيبدأ اسمهم بحرف معين. وبيفتكر كمان إن تشيكا وأمايا بيبدأ اسمهم بنفس الحرف، فبيخاف إنهم يكونوا مع بعض في نفس الأوضة. بس الباب في أوضته بيكون مقفول ومفيش حاجة في إيده يعملها، بس بيروح يخبط على الباب ويزعق يمكن حد يسمعه، بس بيسكته واحد بيبقى معاه في الأوضة واسمه تيرا. وبنعرف إن تيرا ده شاب عبقري بس مغرور، وبيقول لشون مفيش حد هيساعدهم، وبيوريله الأخبار 3D وهي بتتكلم عن اللي بيحصل لهم. كده بيفهم شون إن هو كمان موجود جوه المكعبات اللي ظهرت في العالم، وبيقعدوا يستنوا التحدي الجديد. وفجأة بيخبط عليهم الباب وبيدخل 4 دمى غريبين طايرين في الهواء، وبكده يبقى جه وقت التحدي التالت. بيقولوا لهم إن ده أصعب من التحديات اللي قبل كده، وواحدة من الدمى بتطلب من تيرا إن هو اللي يبدأ اللعب، ولأنه واثق من نفسه بزيادة بيوافق. وبيبدأ التحدي إن تيرا هيقعد على الأرض مغطي عينيه وهم هيلفوا حواليه وهم بيغنوا، وبعد ما يخلصوا يسألوه مين اللي واقف وراه، بس تيرا بيتوتر وبيجاوب غلط. وفي ساعتها واحدة من الدمى بتوجه عليه ليزر، والليزر ده بيخلي الدمى يتحكموا فيه وبيخلوه يضرب دماغه في الأرض كذا مرة لحد ما بيموت. وبعد ما تيرا مات الدمى بتطلب من تاجا إنها تخش تلعب، بس بتخاف وبترفض، فقالوا لها لو رفضتي تخش اللعبة هتموتي في الحال، فبتضطر تلعب عشان ما عندهاش حل تاني. وبتبدأ تغطي عينيها والدمى بتغني وتلف حواليها ويسألوها مين اللي واقف وراكي، وتاجا من خوفها بتتأخر في الرد، فالدمى بيعتبروها خسرت فبتقوم تجري وبتحاول تهرب، بس الدمى بتحاوطها وبيوجهوا عليها الليزر، وأول ما بيتحكموا فيها بيسحبوا رجليها لحد ما بتتكسر وبتموت. بعدها بيقع الاختيار على توكسا، بس شون بيقول لهم أنا عاوز ألعب بدلها،
والدمى بتوافق وبيبدأوا يغنوا حواليه وبيقفوا بيسألوه مين اللي واقف وراك. والمفاجأة إن شون بيجاوب صح، والدمى نفسها بتستغرب وبيسألوه انت عرفت ازاي؟ فقال لهم انه حفظ تحركاتهم. وبعد ما شون فاز الدمى بتختفي وبيظهر مكانهم مفتاح، فبيقدر هو وتوكسا يخرجوا من الأوضة ومعاهم المفتاح. وأول ما بيطلعوا بيلاقوا واحد من الطلاب بيجري ومعاه هو كمان مفتاح، وبيجري وراه واحد من الدمى. وأول ما شافهم قال لهم لازم نمسك في إيد بعض فورا. وبنعرف إن الدمية دي بتقتل اللي واقفين لوحدهم، ولما بتشوفهم ماسكين إيد بعض بتسيبهم وبتمشي، بتدور على حد تاني لوحده. دلوقتي بقى فريق شون معاه مفتاحين وبيسمعوا صوت، ولما بيتوجهوا ناحيته بيطلع إن الصوت جاي من تشيكا اللي كانت بتصرخ من الدمية اللي بتهاجمها. فبتسيب شون الناس اللي واقف معاهم وبيجري لتشيكا عشان ينقذها، بيمسك إيديها يدوب قبل ما تموتها بثانية. بعد كده في راس دمية خشب كبيرة بتطلع من الحيطة وبرضه فيها عداد للوقت، وفيها 7 أماكن لمفاتيح. وبتتكلم الراس دي وبتقول لهم إن لازم 7 أشخاص يحطوا 7 مفاتيح. دلوقتي فريق شون بيقابل 2 تانيين معاهم مفتاحين كمان، يعني كده الفريق بقى 6 أشخاص و4 مفاتيح. فاضل لهم شخص واحد و3 مفاتيح، وقدامهم دقيقتين بس. وساعتها بيحسوا بالإحباط وإنهم خلاص أكيد هيموتوا المرة دي، هو حتى مفيش وقت. بس فجأة بيظهر أمايا المجنون وبيرمي قدامهم 3 مفاتيح وبيبقى معاه واحد تاني. لما بيلاقي إنهم كده 8 والمفروض يبقوا 7 بس، بيخلص من الشخص اللي معاه، وهو بيقول إنه بس كان ماسك فيه عشان الدمية ما تهاجموش. شون ما كانش عاوز أمايا أصلا ينضم لهم، بس بيضطر يوافق لأنه محتاجه. وبيحطوا ال7 مفاتيح في الراس الخشب عشان يروحوا للتحدي اللي بعده. والراس الخشب بتقول لهم التحدي خلص ولازم يغيروا لبسهم. تختفي وبتفتح لهم نفق يخشوا منه. في الوقت ده بيعدوا الناحية التانية من النفق، واللي بيكون مكان كله تلج، والشباب بيحسوا بالأرض بتتهز. وبعدها بيطلع لهم دب قطبي عملاق لونه أبيض، وبيقول لهم مبدئيا كده أنا بكره الكذب، فالتحدي ده هو إني هسألكوا أسئلة لازم تجاوبوا بصدق، بس لو حد فيكوا كذب فلازم تختاروه أو تختاروا حد تضحوا بيه عشان تروحوا للمرحلة اللي بعدها. وبعد ما الدب خلص كلامه بيسألهم إيه أكلتكم المفضلة؟ الشباب كانوا شايفينه سؤال عبيط، فكل واحد قعد يجاوب بقى. بس الدب بيشم الكذاب وبيقول لهم إنه شامم ريحة كذب، وقدامهم دقيقتين ولازم يطلعوا الشخص الكذاب أو يضحوا بأي حد. ساعتها بقى كلهم بيتهموا بعض، بس بعدها بيسكتوا. بيختاروا واحد عشان قال إن وجبته المفضلة هي الخضروات، ومبررهم إن الخضروات دي ما تعتبرش وجبة كاملة يعني. ورغم إنه بيفضل يقول لهم إنه مش كذاب، بس خلاص كانوا شكوا فيه، والدب بيعمل معاه الصح وبيطحنوا في بعضه. وبيدخل على السؤال التاني وبيسألهم إذا كانوا بيحبوا شون ولا لأ. شيكا وتوكسا بيكونوا معجبين بشون كده كده، فبيقولوا إحنا بنحبه، وأمايا كمان بيقول أنا بحبه، وباقي الطلاب بيقولوا بنحبه. وبعد ما الكل جاوب الدب بيقول فيكم واحد كذاب. فتشيكا على طول تتهم أمايا وبتقول لهم إنه مش بيحب حد أصلا، والاتنين بيشدوا مع بعض. ساعتها كان شون بيسأل ليه أصلا ممكن حد يكذب مادام الدب هيعرف. فالدب بيقول لشون برافو عليك انت كده عرفت السر، بس اللي ما تعرفوش إن في واحد منكم كائن فضائي ومتنكر في هيئة بشري، وهو اللي عمال يكذب من البداية، ولازم تعرفوه وتتخلصوا منه، وإلا هيبقى هو السبب في إنكم كلكم تموتوا. وبعدها بيرد عليه واحد إن الكذاب هو توكسا، لأن أكيد مش أنا ولا صاحبي كائنات فضائية لأننا من نفس المدرسة، وشون وتشيكا وأمايا من نفس المدرسة، فكلهم عارفين بعض إلا هي الوحيدة المختلفة ما بينهم، ولازم يضحوا بحد. بس شون وتشيكا بيدافعوا عنها، والوقت خلاص بيبقى قرب يخلص، فبيقرروا يمشوها برأي الأغلبية. فالطالبين اللي من نفس المدرسة وأمايا بيختاروا توكسا، والدب بيقوم بالواجب وبيخلص على توكسا. بس شون بيزعل وبيتصدم إن حبيبته القديمة ماتت، وبيجي الدب ويستعد علشان يسأل السؤال اللي بعده، بس بيوقفوا شون وبيقوله أنا عرفت مين هو الكذاب. الدب بيتفاجئ وبيقف وبيسمع شون، وبيتفاجئ أكتر لما بيشاور عليه وبيتهمه إنه هو الكذاب، وبيقوله توكسا هي اللي ساعدتني أعرف كده لأن دمها شال الدهان الأبيض اللي انت رشه على جسمك، يعني لونك الحقيقي هو الأسود، فبالتالي انت الشخص الكذاب والمخادع من البداية، وما كانش في حد من الناس اللي ماتت كذاب. وبنفهم ان الدب كان بيقنع الطلاب ان في كذاب ما بينهم او كائن فضائي عشان يقتلهم كلهم، فبيتعصب ان شون كشفه وبيحاول يهاجم الطلاب، بس بيهربوا منه لحد ما الدب في الآخر بيقع في مكان سخن فبيتحرق واللون اللي عليه بيسيح، وهو بيعلن انهم فازوا عليه.
ودلوقتي بيتنقلوا لمكان التحدي الجديد، وبتدخل لهم دومة صغيرة بترحب بيهم وبتقول لهم إن التحدي ده هو التحدي الأخير، وواحد منكم هيتم اختياره هيكون اسمه إيكوما. وإيكوما هياخد العلبة دي وهيحطها في الدايرة الحمراء اللي على الأرض. في الوقت ده باقي الطلاب هيروحوا يستخبوا وإيكوما يبدأ يدور عليكم. ولما إيكوما يشوف أي شخص ينده على اسمه بصوت عالي وياخده ويحطه في الزنزانة، وبكده يبقى إيكوما مسك الشخص ده. ولو إيكوما حط 3 أو أكتر في السجن هو اللي هيكسب. بس لو أي واحد حر قدر إنه يشوط العلبة هيحرر كل الطلاب اللي في القفص، لكن لازم يبقوا عارفين إن العلبة جواها قنبلة، فلو حد شاط العلبة فالقنبلة هتنفجر فيه وهيموت. يعني الشخص ده هيضحي بنفسه عشان الباقيين يعيشوا. وآخر حاجة الدومة بتقولها إن التحدي مش هينتهي إلا بغروب الشمس، إلا هو حوالي ساعة، ولو الساعة خلصت وإيكوما ما كانش حابس 3 أشخاص أو أكتر فهو اللي هيخسر. واحدة من العرايس بتطلع 5 عيدان خشب لاختيار الطالب اللي هيبقى إيكوما، ولسوء حظهم اللي بيطلع إيكوما هو أمايا الشرير اللي فيهم. وبتبدأ اللعبة وكل الطلاب بيجروا يستخبوا، وأمايا بياخد العلبة وبيحطها في الدايرة الحمراء وبيجري عشان يدور على الطلاب. وبيقدر أمايا يلاقي الطالبين اللي من المدرسة التانية بكل سهولة، والطالبين بيحاولوا يضربوا أمايا بس هو كان أقوى منهم وقدر يتغلب عليهم ويرميهم في الزنزانة. شون وتشيكا شافوا اللي حصل ده من بعيد، وكمان أمايا قدر يشوفهم ويعرف مكانهم وبيتجه على طول لمكانهم. ساعتها شون بيقرر يتصرف وبيربط حبل علشان يخرجوا بيه من الشباك، لكن أمايا بيوصل بسرعة وتشيكا بتفهم إنهم مش هيلحقوا يهربوا، فبتروح تكسب وقت لشون وبتوصل بنفسها لأمايا. وأمايا بعد ما مسكت شيكا بيروح بسرعة علشان يمسك شون وبيقول له أنا خلاص قبضت على 3 أشخاص فإحنا الاتنين ممكن نكسب سوا. بس شون ما كانش مصدقه وعارف إنه كداب ومالوش عزيز، وبيدور في المكان على أي حاجة ممكن يستخدمها، فبيلاقي بدلة صفيح وشون بيخرج من عنده وهو لابس البدلة علشان يحمي جسمه من الانفجار لما يشوط العلبة. بس المشكلة إن البدلة كانت تقيلة جداً ومقيدة حركته، غير إنها مش ثابتة كويس وكانت هتوقع شون. وفضل يمشي لحد ما وصل لآخر المكان وبقى من غير أي حماية، فبيتغر أمايا أكتر وبيشيل الخوذة اللي لابسها وبيتريق عليه، بس بيتفاجئ إن شون ربطه بسلسلة، وبيطلع إن كل اللي حصل ده كانت خطة شون من البداية، وقدر يربط السلسلة في جسمه لما أمايا شال منه الخوذة وكده بيمنعه يروح للعلم. وساعتها شون بيقول أنا كنت شايف الحياة مملة ونفسي في أي تغيير، بس بعد اللي حصل والألعاب اللي دخلنا فيها أدركت قيمة الحياة اللي كانت عندي وطلعت غبي. بس للأسف الإنسان مش بيقدر النعمة اللي في إيده، وبسبب الألعاب دي أنا خسرت أصدقاء. وبعدها شون بيرمي جسمه فوق وبيسحب معاه أمايا اللي بيحاول ما يقعش تحت. شون بيخرج من البدلة وبيتسلق تاني لحد ما بيطلع، وأمايا بيحاول يسحب البدلة الصفيح التقيلة قوي دي في أسرع وقت. بس شون بيطلع على السطح ويتحرك ناحية العلبة علشان يشوطها، بس جسمه كان مرهق وبيتحرك بالراحة. وأمايا بيعافر وبيسحب البدلة وبيطلع في الوقت المناسب بيتخلص من السلسلة وبيحاول يوقف شون، بس بيقدر يشوط العلبة وبالتالي بيحرر زمايله. وطبعا كله بيبقى خايف ساعتها من الانفجار، ولكن مش بيحصل أي حاجة خالص، وبيطلع إن ما كانش أصلا في قنبلة جوه العلبة. وبعدها بثواني الشمس بتغرب والتحدي بينتهي، والدومة بتظهر وبتعلن إن شون هو الكسبان، وبيقولوا لهم إنهم كذبوا بخصوص القنبلة بس ده عشان يخلوا التحدي مثير أكتر. بس الدومة بيقولوا له إن التحدي الأخير وكان كله مجرد لعبة ومحدش هيموت. وبتبدأ الاحتفالات في السماء تشتغل والطلاب بيفرحوا إنه أخيرا هيخرجوا عايشين، والدومة بتديهم آيس كريم كهدية ليهم على المكسب. وشون بياكل الآيس كريم وبيفكر مع تشيكا هيعملوا إيه لما يخرجوا. وبعد ما بيتكلموا لوقت طويل شون بيلاحظ إن في كلام مكتوب على عصاية الآيس كريم بس مش بيدي اهتمام، وبيكمل كلام مع تشيكا. لكن تشيكا بتعيط بعد ما بتقرأ الكلام اللي على العصاية بتاعتها وكان مكتوب انتي خسرتي وهتموتي. وساعتها الدومة بتتكلم تاني وبتقول لهم إن كل تحدي دخلتوه كان محتاج مهارة وذكاء، لكن في الآخر الحظ هو اللي هيحدد مين هيعيش ومين هيموت. وكل آيس كريم أكلتوه مكتوب على عصايته مصير كل واحد فيكم، ومصير تشيكا الموت. وشون بيبص على العصاية بتاعته وكان حظه حلو وهيعيش، وأمايا كمان هيعيش، والطالبين التانيين هيموتوا. وفعلا بيتضربوا بشعاع ليزر وبيموتوا وبيتبخروا بعدها. وبكده تبقى انتهت الألعاب والتحديات، وشون وأمايا بينتقلوا لفوق المكعب فوق اليابان، والناس كلها بتبقى بتشجعهم على الفوز، بس هو بيكون في قمة الحزن عشان فقد حبيبته وندم على كل النعم اللي ما كانش حاسس بيها واتبطر عليها، وساعتها حياته اتقلبت كلها. لو وصلت لحد هنا فانت من الجدعان، ما تنساش بقى اللايك
وتقولي يا ترى لو كنت مكانه كنت هتتصرف زي مين فيهم. وشكرا إنك اتفرجت للآخر.